السادة الكرام مع النشيد الوطني. السادة الأساتذة المحاضرون الأفاضل، يسعدني ويشرفني أن أتقدم إليكم في افتتاحية هذا الملتقى المبارك الذي وضعناه تحت شعار فاس من أجل تعبئة شاملة لتثمين الوحدة الترابية. بسم الله الرحمن الرحيم. فدوى دادون، رئيسة جمعية مبادرات لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية. بمناسبة الذكرتين الغاليتين على قلوبنا، ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة وعيد الاستقلال المجيد، نظمت جمعية مبادرات لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية بشراكة مع عدة مؤسسات وفعاليات ملتقى فاس الأول تحت شعار ميثاق فاس لأجل تعبئة شاملة لتثمين الوحدة الترابية، وفق البرنامج التالي: 14 وهو الافتتاح بقسم مؤتمرات بندوة، يوم 15 ماستر كلاس بلينا بشراكة مع كلية الآداب ظهر المهراز، ويوم 30 نوفمبر كاين اكبر عرض ايكوغرافي الصوره تتعلق بقضيه الوحده الترابيه. ان شاء الله من بعد نعطيكم المعلومات الكامله. رشيد قنجاع، باحث في شؤون الصحراء. كانت لنا اليوم نشاط لجمعيه المبادرات من اجل ترسيخ الدوله الاجتماعيه، ركائز الدوله الاجتماعيه حول موضوع القضيه الوطنيه الاولى. هذا النشاط هو تجسيد عملي وتنزيل واقعي للخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 43 المسيرة الخضراء، وكذلك لافتتاح الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية. هذا النوع من الأنشطة هو انخراط فعلي للمجتمع المدني في مناقشته والتحسيس والتشجيع القضية الوطنية والنهوض بها والدفاع عنها والإلمام بكل حيثياتها السياسية والاقتصادية والتنموية، لأننا اليوم أمام نحن مطالبون بالانخراط بشكل جدي عملي من أجل الدفاع عن القضية الوطنية، كل من موقعه، المواطن من موقعه، الدبلوماسي من موقعه، البرلماني من موقعه، الحزبي من موقعه، الكل مطالب تحت منظور واحد: والدفاع عن الحكم الذاتي، التعريف بالحكم الذاتي، التعريف بالحل السياسي. لاننا كنعرفوا واحد المساله ان الاخوان ديالنا المحتجزين في مخيم تندوف هما يعيشون ظروفا قاهره. جا الوقت، جا الدفاع عليهم انهم يرجعوا لبلادهم تحت السياده المغربيه، تحت داخل نظام، داخل حل سياسي بمعايير دوليه اللي هو الحكم الذاتي. وهذا الحكم الذاتي العالم اليوم حنا كنتابعوا حجم الاعترافات الدوليه بالحكم الذاتي، سواء الاعتراف الامريكي، الفرنسي، الاسباني وباقي الاعترافات، كذلك تصارع وتصاعد حجم فتح القنصليات في كل من العيون الداخله. بالتالي هذه المكتسبات يجب ان يستثمرها المواطن المغربي في التعريف بالقضيه الوطنيه والدفاع عن القضيه الوطنيه. وشكرا. دكتورة بشرى تليس، رئيسة المنتدى المغربي للفكر والحوار الحضاري، حاضرة في هذا الملتقى لأجل المشاركة في إحياء ذكرى أولا المسيرة الخضراء المضفرة، وأيضا التأكيد على تشبت المغاربة كلهم بأهداف العرش العلوي المجيد وأيضا بالوحدة الترابية للمملكة. نبارك للجمعية الرائدة هذه الخطوة في المشاركة في هذه اللمات الوطنية التي تأتي في إطار احتفال مملكتنا الشريفة بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا. في هذه الظرفية بالضبط، حيث يحقق المغرب مكاسب سياسية وعسكرية وأيضا دبلوماسية، نحتفل بهذه الذكرى والمغاربة ولله الحمد يثبتون للعالم ككل أحقيتهم بكل حبة رمل بأقاليمنا الجنوبية. إقرار أقرته محكمة العدل الدولية بلاهاي في القديم، ويقره المجتمع الدولي اليوم من خلال كل الدلائل التي تؤكد أن ما يعيشه المغرب من تحرش استرزاقي سواء من البوليزاريو
أو من أتباعهم ومن ما نسميهم ذيول الاستعمار ما هو إلا سعي للمس بمملكة جذورها ضاربة، الحضارية ضاربة في التاريخ، مملكة حضورها التاريخي أقدم بالوثائق التي اعتمدتها محكمة لاهاي قديما. جذورها الحضارية ووجودها ضارب في التاريخ، ولربما أقدم، ليس ربما بل هي أقدم من بعض الدول التي ترى أو بعض المرتزقة الذين يروا أن بإمكانهم زعزعة أمن واستقرار وطننا الحبيب، وبإمكانهم أن يمسوا الوحدة الترابية لوطننا الكريم. كل المحافل الدولية اليوم، كل المنظمات، كل الجهات الرسمية وغير الرسمية تؤكد مغربية الصحراء وتؤكد الوحدة الوطنية لوطننا. وما نعيشه اليوم من احتفالات ما هو إلا وصل الحاضر بالماضي، ووصل الأجيال الحالية بنضالات أجدادنا وبكفاح مغاربتنا، ملوكا وشعبا بكفاح جدودنا، ملوكا وشعبا أؤكد لأجل دائما صون وحدتنا الوطنية وصون وحدة مملكتنا. احتفال يعني نلاحظ يعني وقبل حتى 6 نوفمبر كيف يحتفل المغاربة في مغربنا الحبيب وخارج المغرب، مغاربة العالم، كيف يحيون هذه الذكرى في إطار دائما إحياء ذاكرة وصنع ذاكرة للجيل الجديد لمعرفة يعني كيف بني مغرب ما قبل الحماية وأيضا المغرب ما بعد الحماية في ظل الأسرة العلوية الشريفة وفي ظل حكامة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. هي مسيرة سلم كانت وما زالت مستمرة في الزمان والمكان في عهد ملكنا الجليل. إرث ملكي وإرث حضاري وإرث وطني نرثه جميعا وندافع عنه اليوم باحتفالاتنا، بتشبتنا بوحدتنا الترابية وبمسارنا التنموي والدبلوماسي وكل المكتسبات التي تؤكد أن المغرب جار في السير في عوالم التنمية، في حين أن هناك عوالم أخرى وبتعبير جلالة الملك نصره الله وأيده في عوالم أخرى منفصلة عن الواقع، منفصلة عن العالم ومنفصلة عن المسارات التنموية والدبلوماسية والسياسية. فهنيئا لنا هذه اللمة، وكل الشكر والتقدير للجمعية الرائدة ولرئيستها على هذه اللمة الوطنية التي تعكس دائما وطنيتنا وحبنا لوطننا ولمغربنا ولكل حبة رمل في بلدنا الحبيب. شكرا لكم على المواكبة وعلى الحضور. بالعرش الملكي المجيد وبالوحدة الترابية وبرفض كل محاولات الاستفزازية التي أكيد أنها لن تمسنا في شيء اللهم إلا بعد يعني محاولة عرقلة مسار تنمية ومسار يعني المسار التنموي المغربي الذي تعيشه المملكة. الملتقى اليوم يأتي في إطار أننا نخرج بميثاق وطني نجدد فيه العهد والبيعة بالعرش المولوي الكريم وأيضا بوحدتنا الترابية.